السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاك ولاء من سوري تنمية مهارات وحلقة جديدة عن حضانتنا. النهاردة إن شاء الله هنعرف إزاي نعمل انترفيو لمعلمات الحضانات. كل سنة وانتم طيبين، احنا داخلين على موسم دراسي جديد، وكتير من حضاناتنا بيطلبوا دلوقتي معلمات أو اسيستنت تيتشر أو أخصائيات علشان يكملوا معاهم الموسم الجديد. طبعا كل واحد حسب العدد كثافة المكان عنده. فالنهارده ان شاء الله هنعرف ازاي هنعمل انترفيو للمعلمات اللي جايين يشتغلوا معانا، لان انا لاحظت كتير من مديرات الحضانات للاسف ما بيكونش عندهم الخلفيه الكامله عن الانترفيو اللي بيتعمل للمعلمات. واحب انوه حاجه مهمه قوي، ان انترفيو معلمات الروضه مختلف تماما عن الانترفيو معلمات اللي بيشتغلوا في مدارس للولاد والكبار. كل واحد بيبقى ليه خصائص خاصه بيه هو حسب الفتره اللي هو بيدرس لها، او اقصد يعني العمر الزمني اللي هو بيقوم بشرح قدامه. طيب لما استقبل معلمه جايه عايزه تشتغل معايا في الحضانه، حاجه مهمه ان انا اركز فيها، بلاش اتطرق لاسئله مش هتفيدني او مش هتديني اضافه للمكان. حكايه جوزك بيشتغل ايه، ولادك في مدرسه ايه، دي يا ريت بلاش. نركز على الاساسيات، احدد الهدف اللي انا عايزاها عشانه. اهم حاجه لازم ابقى عارفاها انا عايزاها هتدرس ايه للولاد، مش كل حاجه طبعا. لازم احدد الماده اللي انا محتاجاها فيها، اقعد اتكلم معاها فيما يخص الماده ديت. طيب هتقدري مثلا لو هي مدرسه مثلا لغه عربيه، هتقدري توصلي للولاد ازاي فكره الحروف، اعرفهم الحروف ازاي، هتعلميهم الكتابه ازاي، ايه الادوات اللي انت تحبي تشتغلي بيها، ايه الانشطه اللي انت هتستخدميها معاهم. طب وريني امثله مثلا لنشاط عايزه تعلمي الولاد بيه حرف مثلا الالف. طيب هتعلمي الولاد ازاي الكلمات بعد كده. طيب ايه الانشطه اللي انت بتستخدميها عشان تعلمي الولاد الاملاء، وهكذا. اعرف مثلا الادوات اللي هي حابه تستخدمها، او الوسائل التعليميه اللي هي حبانا نوفرها لها عشان توصل للولاد الهدف. اعرف منها انت بتحبي تشتغلي في جروبس، في مجاميع يعني، ولا في 1 تو 1 مع الولاد. طيب انت فكرتك او خطتك هتمشي ازاي بالنسبه لليوم الدراسي كماده، يعني للاسبوع الدراسي سوري. هل مثلا الواجبات بتاعتك بتديها على الاسبوع كامل، ولا على اخر سيشن انت شغاله فيه؟ اتكلم معاها في كل التفاصيل دي، وبعد ما اخلص معاها ابتدي اقول لها طب تعالي هنعمل ديمو قدام الولاد. يعني هتدخلي تشرحي مثلا فكره درس معين انا هحدده لها، واقول لها اتفضلي ادخلي اشرحي للولاد. مش شرط ان انا افضل واقفه قدامها عشان الموضوع ده بايخ شويه. في ناس بتبقى قدراتهم كويسه جدا، ولكن هم بيرتبكوا لما بيحسوا ان هم متراقبين. فهقول لها ادخلي مع الولاد، وانا ابتدي ابص بره على الكاميرات عندي واشوف هي البنت شغاله ازاي، او المعلمه اللي انا جايباها شغاله ازاي. عايزه اقول لكم كمان ان احيانا هم ما بيكونوش خريجين تربوي، ولكن هما بيكون عندهم خبره كويسه جدا، او بتبقى دماغهم حلوه قوي قوي في مساله التدريس. فيا ريت نستفيد من الحته دي، وبلاش فكره ان احنا نقول لا ما دام انت مش معاكي تربوي يبقى خلاص. لا، اديها فرصه، حتى لو مثلا ممكن تقللي الراتب بتاعها شويه عن التربوي، ولكن خليها اديها فرصتها، وخليها تديكي افكار، وجددي افكار حضانتك بالمعلمات الجداد اللي بيجولك. لان حقيقي هما بيبقى عندهم ابتكارات حلوه جدا جدا، وبيبقوا فعلا دم جديد في الحضانه، فبيدوا بكامل طاقتهم. طيب مثلا احنا خلاص هي مثلا خلصت الديمو بتاعها، وبعد ما جت قعدت معايا انا ببتدي اقول لها تعليقاتي عليها، ولو ليا اي ملحوظه او وجهه نظر حابه اقولها لها بقولها لها. وبعد كده ابتدي اقول لها قواعد الحضانه عندنا عامله ازاي، او احنا ماشيين ازاي في الحضانه بتاعتنا، بتيجي امتى وبنمشي امتى، لو غبتي ده هيأثر عليكي في ايه. ابتدي افهمها انت بتتعاملي مع اولياء الامور او ما بتتعامليش. اشوف القواعد الحضانه بتاعتي ماشيه عليها، وافهمها لها واحده واحده عشان تبقى عارفه وتبقى على نور من البدايه. يعني احنا بنشوف كتير اختلافات بتكون بين مديره الحضانه او صاحبه الحضانه والمعلمه اللي بتكون عندها، للاسف بسبب حاجات هما ما كانش في اتفاق بينهم قبلها. ويا ريت نكتب عقد يتمضي من الطرفين، علشان لو طرف مننا نسي العقد يذكره يعني.
وبعد كده بنبتدي نتفق لو هي عجبتني او يعني تمام هتقدر تبقى من الاستاف بتاعي. لا معلش سوري، انا مهمه قوي قوي معلش عشان انا مش كاتبه يعني نقاط. فبقول من دماغي مهم قوي ان انا كمان اسالها طيب لو لقيتي ولد عندك صعوبات تعلم مثلا هتشتغلي معاه ازاي؟ طب هتقدري تكتشفي ازاي ان هو صعوبات تعلم؟ هتقدري تفرقي ازاي بينه وبين ولد طبيعي؟ طب لو في ولد مشاغب هتحلي معاه المشكله ازاي وهو مشاغب ومش مخليكي قادره تسيطري على الكلاس بتاعك؟ طيب لو في مشكله بين ولدين هتعملي ايه وهما الاثنين عمالين طول النهار يتخانقوا مع بعض؟ هتتصرفي ازاي؟ طيب مثلا لو في ولد او مجموعه ولاد عندهم فرط حركي في الكلاس، لان ده مش كتير جدا دلوقتي. الفرط الحركي من اكتر ال يعني مش عايزه اقول اعاقات لان هي مش اعاقه، ولكن من اكتر السمات اللي بنشوفها في الحضانات عندنا السمات السيئه للاسف هم الفرط الحركي، ويجي بعدها مباشره صعوبات التعلم، وغالبا بيصاحب الفرط الحركي تشتت انتباه صعوبات تعلم غالبا، يعني ما بيصاحبه ولكن مش دايما. فكمان صعوبات التعلم مهم جدا برضو ان المعلمه اللي تكون جايه لي، يعني عايزه اقول لك حتى لو هي ما عندهاش الخبره الكافيه وهي عجباكي قوي وانت حاسه ان انت متحمسه لها وهي فعلا حد هيضيف للمكان عندك، ابدأي قولي لها نصايح تتعامل معاها واديها خبرات وخليها تدخل مع المدرسات او المعلمات اللي اقدم منها، وانت تدخلي اشتغلي قدامها مع الاولاد عشان تشوفي بتتصرفي ازاي. لان يعني لازم اي حد بيتعامل دلوقتي في مجال التربيه عموما يكون عارف ازاي يتعامل مع الاطفال، لان احنا بنقابل انماط مختلفه كتير وما بنبقاش اللي مش قاري او مش عارف ما بيبقاش عارف بالظبط هو انهي نمط اللي قدامه ده، يعني الحاله اللي قدامه دي بتصنف ايه. لو انت حسيتي كمان ان المعلمه اللي قدامك تستاهل انها تاخد فرصه اديها فرصه، وابداي اديها مثلا مصادر تتعلم منها، اديها كتب تقراها وابداي تاني يوم ناقشيها فيها، اديها مثلا فيديوهات تسمعها وتاني يوم برضو تناقشي فيها. المهم ان انت تستفيدي منها كحد روح جديده في الحضانه هتبقى مفيده بالنسبه لك، وكمان يعني تستفيدي ان انت علمتي حد، لان دي افاده ليكي حقيقه مش افاده ليها هي بس، انت كمان بتاخدي ثواب كبير وبتاخدي ثواب ليها وللاولاد اللي هي بتتعامل معاهم. يعني انا النهارده حاولت على قد ما اقدر ان انا اجمع اكتر الاسئله او اكتر الحاجات اللي احنا مش بننتبه ليها قوي واحنا بنختار معلماتنا بتوع الحضانات او يعني معلش ملحوظه اخيره لاصحاب الحضانات، يا ريت يعني يا جماعه معلش يعني نبص كده بعين الرأفة للمعلمات بتوعنا، لان الحقيقه انا بشوف يعني الراتب بتاعهم قليل قوي قوي قوي. نراعي الحته دي واحنا بنتعامل مع المعلمات بتاعتنا، وطبعا الخبره بيبقى ليها ثمن والشهاده ليها ثمن، كل حاجه الكورس اللي بياخدوه ليه ثمن، انا عارفه ده كويس وكل ده بيتحط في الاعتبار. بس يا ريت برضو يعني يكون في حد ادنى معتدل للناس اللي شغالين معانا عشان يقدروا يكملوا معانا، ولان هي مهنه الحقيقه مهنه مش سهله، مهنه صعبه، ونادر لما نلاقي حد امين وشاطر في المهنه دي. فيا ريت اللي نلاقيه كويس نمسك فيه بايدينا واسناننا، يعني زي ما بيقولوا بلاش نخسره بسهوله علشان ما نرجعش بعد كده نندم ونقول مش لاقيين معلمات كويسين يشتغلوا مع ولادنا. بس كده دي كانت كل حلقتنا النهارده، ولو حد عنده اي استفسار يبعت لي وانا ان شاء الله هجاوب عليه، مش هتاخر ان شاء الله على اي حد. اتمنى ان انا اكون فدتكم. شكرا ليكم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.